ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ معاكم جهاد محمد من قناة حبهان وبندق. النهاردة هنعمل شاورما اللحمة بطريقة سهلة وبسيطة وزي بتاعة المحلات ويمكن احلى كمان. سمي الله ويلا بينا على المقادير. عندنا شرايح بوفتيك حوالي نص كيلو، قطعناهم بالشكل ده وهنبتدي نتبلهم. عندنا مية بصلاية متوسطة الحجم، وعندنا 3 معالق كبار من الخل، وكوباية زبادي، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البهارات، نص معلقة صغيرة من الجنزبيل، وعندنا معلقة صغيرة من البابريكا، ونص معلقة صغيرة من الكوبيبة الصيني، ونص معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، وعندنا حوالي معلقة كبيرة من الملح. وهنخلط كل المكونات دي مع بعض، وهنضيف معلقتين كبار من الزيت. هنقلب كل المكونات دي مع بعض، وهنضيف اللحمة بتاعتنا وهنسيبها تتبل معانا، والافضل ان احنا نخليها قبلها بيوم. كل ما قعدت في التتبيلة اكتر كل ما طعمها يبقى احلى. بعد كده هنجيب طاسة وهنحط فيها معلقتين من الزيت، واول ما يسخنوا هنضيف اللحمة وهنسيبها لحد ما تنزل ميتها. وبعد ما سيبناها شوية وتشربت جزء من المية بتاعتها هنبتدي نضيف البصل متقطع جوانح، حوالي بصلتين متوسطين الحجم، وهنضيف الفلفل حوالي حبتين من الفلفل متقطعين شرايح، ممكن نضيف فلفل حراق مفيش مشكلة. وهنقلبهم مع بعض وهنسيبهم شوية لحد ما البصل يدبل معانا شوية وتتشرب بقية المية دي. وكده بقت جاهزة معانا. اخر حاجة هنضيفها طماطماية متقطعة مكعبات، واخر حاجة هتدينا الطعم الحلو وهتدينا طعم الشاورما الجاهزة هي معلقتين كبار من البقدونس. هنقلب الشاورما تقليبة واحدة وكده تبقى جاهزة معانا. والبقدونس هو اللي بيديها طعم الشاورما الجاهزة. هنقدمها لا اما في كايزر لا اما في فينو. انا هنا كان عندي عيش شاورما دهنته طحينة وحطيت الشاورما زي ما انتوا شايفين كده، شكلها في منتهى الجمال. ولفيت العيش وحطيته على الطاسة ياخد لون معانا، يبقى بالشكل ده. وكده الشاورما بتاعتنا جهزت. ممكن نقدم جنبها بطاطس وممكن مكرونة زي ما احنا حابين. وبجد وصفة الشاورما دي تحفة، وجربوها وان شاء الله تعجبكم وتديكوا طعم الجاهز واحلى من الجاهز، ومش هتحتاجوا تشتروا شاورما تاني من بره. جربوها وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبكم فيديو النهاردة ما تنسوش الشير واللايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير، باي باي.